السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة اولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ما شرحنا الدرس التمهيدي واللي بيتكلم عن الجزيئات البيولوجية الكبيرة، في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الدرس الاول في الفصل الاول، وهو بيتكلم عن الكربوهيدرات. اول حاجة عايزين نعرفها في الدرس، ايه تعريف اصلا الكربوهيدرات؟ ده عنوان الدرس، الكربوهيدرات. اول حاجة نعرفها فيه التعريف. تعريفها ايه هي؟ بيقول ان الكربوهيدرات دي عبارة عن جزيئات بيولوجية كبيرة. جزيئات بيولوجية كبيرة يعني ايه؟ يعني بوليمر، تتكون من عدة جزيئات بيولوجية أصغر. جزيئات بيولوجية أصغر تسمى ايه؟ تسمى مونيمر. وده اللي احنا خدناه في الدرس اللي فات. البوليمر دي جزيئات كبيرة، انما المونيمر جزيئات صغيرة. يبقى ايه هو تعريف الكربوهيدرات تاني؟ جزيئات بيولوجية كبيرة، بوليمر، تتكون من عدة جزيئات بيولوجية اصغر، اسمها ايه؟ مونيمر. او اللي هي السكريات الأحادية. السكريات ايه؟ الأحادية. لما يجي سؤال يقولي ما هي أبسط أنواع الكربوهيدرات؟ أبسط أنواع الكربوهيدرات ايه؟ الإجابة هتبقى طبعا السكريات الأحادية. السكريات الأحادية. عايزين نعرف الصيغة العامة بتاع الكربوهيدرات بعد ما عرفنا تعرفها. الصيغة العامة للكربوهيدرات ايه؟ CH2O. يبقى الصيغة العامة للكربوهيدرات CH2O. طيب من الصيغة العامة دي نعرف الكربوهيدرات بتتكون من ايه؟ الكربوهيدرات بتتكون من كربون وايه؟ وده ايه؟ هيدروجين. وبتتكون من ايه تاني؟ اكسجين. بنسبة كام الى كام؟ احنا هنا السي او الكربون كام؟ 1. طالما مفيش تحتيه حاجة يعني ذرة واحدة او جزيء واحد يبقى 1. الاتش كام؟ 2. الاو في تحتها حاجة يبقى لا، يبقى 1. يبقى بنسبة كام الكربون والهيدروجين والاكسجين؟ الكربون، الهيدروجين والاكسجين بنسبة كام؟ 1:2:1. يبقى الصيغة العامة لجزيء او الصيغة العامة للكربوهيدرات CH2O. كربون، هيدروجين، اكسجين بنسبة 1:2:1 ايه؟ على الترتيب. طيب مفيش هنا سؤال كده لافت نظركم او رمز معين عايزين تسألوا عليه؟ طبعا فيه. هنسأل ايه هو الN ده؟ الN ده بيرمز لايه؟ بيقول ان الN ده هو عدد ذرات الكربون الداخلة ايه؟ داخلة في تكوين السكر. يبقى الN ده بيرمز الى عدد ذرات مين؟ عدد ذرات الكربون الداخلة في جزيء او الداخلة في تكوين السكر. طب مثال عشان نفهم اكتر، عندنا هنا مثلا جزيء الجلوكوز. الجلوكوز رمزه ايه؟ C6H12O6. طب حد يقدر هنا يقول لي الN بكام؟ احنا قلنا الN عدد ذرات مين؟ عدد ذرات الكربون. هنا عدد ذرات الكربون كام؟ الكربون رمزه C، عدد ذراته كام تحت اهو؟ 6. يبقى اذا الN بتساوي كام؟ بتساوي 6، وهكذا. مفهوم؟ طيب بعد ما عرفنا تعريف الكربوهيدرات والصيغة العامة بتاعتها، عايزين نعرف الكربوهيدرات دي بتصنف لايه؟ تصنيف مين؟ تصنيف الكربوهيدرات.
بيقولي ان هي بتصنف لحاجتين او نوعين من السكر، سكريات بسيطة، يعني تصنف من سكريات بسيطة وسكريات ايه، وسكريات معقدة. يبقى الكربوهيدرات بتصنف لحاجتين، سكريات بسيطة وسكريات معقدة. عندنا السكريات البسيطة بتتصنف لجزئين، أحادية وسكريات ثنائية. يبقى البسيطة بتتكون من سكريات أحادية وسكريات ثنائية. طيب المعقدة، بيقولي المعقدة دي او ممكن نقول عليها العديدة، يبقى سكريات معقدة او سكريات ايه، عديدة، الاتنين نفس المعنى. زي مين؟ زي النشا، ومين تاني؟ النشا ومين؟ والسليلوز، النشا والسليلوز ومين؟ والجلايكوجين. يبقى السكريات المعقدة زي النشا والسليلوز وايه، والجلايكوجين. يبقى كده عرفنا تصنيف الكربوهيدرات بسيطة ومعقدة. البسيطة تتكون من سكريات أحادية وثنائية، وهنعرف أمثلة عن كل واحدة فيهم دلوقتي بالتفصيل. وسكريات المعقدة مثال عليها 3 أمثلة في المنهج، النشا والسليلوز والجلايكوجين. تعالوا بقى ناخد أول جزء اللي هي السكريات البسيطة ونتكلم عنها كده بالتفصيل شوية. زي ما قلنا هنتكلم عن السكريات الايه البسيطة. السكريات البسيطة، اول حاجة عايزين نعرفها في السكريات البسيطة، عايزين نعرف خصائصها. السكريات البسيطة دي بتتميز بايه؟ تتميز بانها 1 قابلة للذوبان في الماء. رقم 2 تتميز بطعم ايه، بطعم حلو. رقم 3 لها وزن جزيئي منخفض. يبقى خصائص السكريات البسيطة ايه؟ قابلة للذوبان في الماء، تتميز بطعم حلو، لها وزن جزيئي منخفض. طيب احنا كنا قايلين ان السكريات البسيطة بتنقسم لايه؟ سكريات احادية وسكريات ثنائية. تعالوا نعرف الفرق بينهم وامثلة عليهم. لو قلنا هنا كده السكريات الاحادية وهنا سكريات ثنائية. تعالوا كده نقارن بينهم. السكريات الأحادية من اسمها كده أحادية، يعني بتتكون من كام جزيء؟ من جزيء واحد. يبقى السكريات الأحادية تتكون من جزيء واحد فقط. تتكون من ايه؟ من جزيء واحد فقط. وبيقول انها بتتكون من سلسلة من ذرات مين؟ الكربون. كام بالظبط؟ بيقولي من 3 إلى 6 ذرات. طيب مالهم بقى؟ بيقول بيرتبط بكل منها جزيء ايه؟ بيرتبط بكل منها جزيء هيدروجين وجزيء ايه؟ وجزيء اكسجين. لذلك تعتبر ابسط انواع ايه؟ ابسط انواع السكريات. يبقى تاني نقول السكريات الأحادية بتتكون من كام جزيء؟ أحادية يعني واحد، يبقى تتكون من جزيء واحد فقط، وتتكون من سلسلة من ذرات الكربون. كام بالظبط؟ من 3 إلى 6 ذرات. يرتبط بكل منها ايه؟ جزيء هيدروجين وجزيء ايه؟ أكسجين.
يبقى يرتبط بكل من الهيدروجين والأكسجين، لذلك بتعتبر أبسط أنواع السكريات لأنها تتكون من جزيء واحد فقط. طب ناخد أمثلة عليها. مثال بقى، عندنا أول حاجة الريبوز، سكر الايه؟ الريبوز، وده سكر خماسي الكربون، سكر خماسي الكربون. ايه فايدته ده الريبوز ده؟ بيقول ان هو بيدخل في تركيب الار ان ايه او الحمض النووي. يبقى الريبوز كل اللي انا عايزاكم تعرفوه عنه دلوقتي ان هو سكر خماسي الكربون، يعني بيحتوي على قد ايه كربون؟ بيحتوي على 5، وبيدخل في تركيب ايه؟ الار ان ايه. تمام كده؟ تمام. طب ايه تاني غير الريبوز من السكريات الأحادية؟ الجلاكتوز، الجلاكتوز. الجلاكتوز ده ايه فايدته؟ الجلاكتوز ده يدخل في تركيب مين؟ سكر اللبن. سكر اللبن ده الجلاكتوز بيدخل في تركيبه. عندنا ايه تاني غير الريبوز والجلاكتوز؟ عندنا الفركتوز. الفركتوز ده اسمه ايه؟ الفركتوز ده اسمه سكر الفواكه، اللي موجود في الفواكه اسمه فركتوز، جاي من اسم الفواكه فركتوز. واخر حاجة عندنا من امثلة السكريات الاحادية الجلوكوز. الجلوكوز ده سكر ايه؟ الجلوكوز ده سكر العنب. طب يلا نراجع مراجعة سريعة كده تاني على اللي قلناه عن السكريات الأحادية قبل ما ندخل في السكريات الثنائية. قلنا أحادية يعني بتتكون من جزيء واحد فقط، بتتكون من سلسلة من ذرات الكربون. كام ذرة بالظبط؟ من 3 إلى 6 ذرات، يعني ما تقلش عن 3 وما تزيدش عن 6. يرتبط بكل منها طبعا ايه؟ الهيدروجين والأكسجين، لذلك تعتبر أبسط أنواع السكريات لأن هي بتتكون من جزيء واحد فقط. ماشي. أمثلة عليها بقى. الأمثلة قلنا الريبوز ده سكر خماسي الكربون، وبيدخل في تركيب الحمض الايه؟ النووي RNA. يبقى كل المعلومات اللي عايزاكم تعرفوها دلوقتي عن الريبوز ان هو خماسي الكربون، يعني فيه 5 ذرات كربون، وبيدخل في تركيب RNA. الجلاكتوز يدخل في تركيب سكر اللبن. يعني لو جه قال لي السؤال الجلاكتوز هو سكر اللبن، لا، الجلاكتوز مش سكر اللبن، الجلاكتوز بيدخل في تركيب سكر اللبن لان هي تفرق، وهنعرف الفرق بينهم دلوقتي. الفركتوز اللي هو سكر الفواكه، الجلوكوز ده سكر العنب. ودول الأربع أمثلة على السكريات الأحادية. مفهوم؟ يلا بقى ندخل على السكريات الثنائية. من اسمها كده ثنائية. يعني ايه ثنائية؟ يعني تتكون من اتحاد جزيئين من مين؟ جزيئين من السكريات الأحادية. يعني سكر أحادي زائد سكر أحادي يدينا سكر ثنائي. يبقى السكريات الثنائية تتكون من اتحاد جزيئين من السكريات الايه؟ من السكريات الأحادية. يعني قلنا سكر أحادي زائد سكر أحادي يدينا ايه؟ يدينا سكر ثنائي، يدينا سكر ثنائي. تمام كده؟ تمام. طيب زي مين عندنا؟ زي اللاكتوز. الأمثلة بقى على السكريات الثنائية. اللاكتوز بيتكون من اللاكتوز ده بيتكون من جزيء جلوكوز زائد جلاكتوز. وبالمناسبة اللاكتوز ده اسمه ايه؟ اللاكتوز ده اسمه سكر اللبن، سكر اللبن. عشان كده قلتلكم ما ينفعش نقول على الجلاكتوز انه سكر لبن، لا، هو بيدخل في تركيب سكر اللبن. يبقى سكر اللبن مين؟ اللاكتوز، بيتكون من جلوكوز
وجلاكتوز. بعد كده عندنا مين تاني غير اللاكتوز؟ عندنا المالتوز. المالتوز ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جلوكوز زائد جلوكوز برضه، يبقى بيتكون من 2 ايه؟ جلوكوز. طب المالتوز ده سكر ايه؟ المالتوز ده سكر الشعير. المالتوز ده سكر الايه؟ الشعير. وعندنا اخر حاجة السكروز. السكروز ماله بقى السكروز؟ السكروز ده عبارة عن جلوكوز زائد مين؟ زائد فركتوز. يبقى السكروز عبارة عن جلوكوز وفركتوز. والسكروز ده اسمه سكر القصب. السكروز اسمه سكر القصب. يبقى السكريات الثنائية من اسمها ثنائية يعني 2، يعني بتتكون من جزيئين. جزيئين من ايه؟ من السكريات الأحادية. سكر أحادي وسكر أحادي بيدينا سكر ثنائي. أمثلة على السكريات الثنائية اللاكتوز، جلوكوز وجلاكتوز، وده اسمه سكر اللبن. المالتوز ده سكر الشعير، بيتكون من جزيئين جلوكوز أو 2 جلوكوز. والسكروز اللي هو سكر القصب بيتكون من جلوكوز وفركتوز. اظن كده الدنيا واضحة وفهمنا الفرق بين السكريات الأحادية والثنائية وخدنا امثلة عليهم. تعالوا نخش بقى على الجزئية اللي بعد كده. الجزئية اللي بعد كده بتقولي احنا كنا عمالين نقول ايه؟ ارتباط سكر أحادي مع سكر أحادي لتكوين سكر ثنائي، صح؟ طيب عندي هنا معلومة بتقولي ايه؟ بتقولي إذا ارتبط سكر أحادي مع سكر أحادي آخر. لو ارتبط سكر أحادي مع سكر أحادي آخر، اللي بيحصل؟ يتم نزع جزيء ايه؟ جزيء ماء أثناء التفاعل الكيميائي. أثناء التفاعل الايه؟ الكيميائي، لتكوين طبعا ايه؟ لتكوين سكر ثنائي. طيب هو الكلام حلو او الكلام يبان صعب شوية، طب عايزين نفهمه. طيب هنقول بقى ايه؟ هنقول ان هو بيقول لي سكر احادي مع سكر احادي لما بيجتمعوا مع بعض عشان يكونوا سكر ثنائي، اثناء التفاعل بيتم نزع جزيء ماء. اللي عايزين نعرفه الاول، رمز جزيء الماء ايه؟ H2O. يعني كم H؟ يعني 2 H وكم O؟ O واحدة بس، صح؟ طبعا ده كلنا متفقين عليه. تعالوا طيب نفهم معنى الكلام ده بمثال. لو جينا جبنا سكر أحادي مع سكر أحادي لتكوين سكر ثنائي، لو قلنا مثلا الجلوكوز، لو قلنا C6H12O6 زائد C6H12O6، ده سكر أحادي وسكر أحادي بيجتمعوا مع بعض عشان المفروض يدونا سكر ايه؟ المفروض يدونا سكر ثنائي. طيب سيبنا من المعلومة دي خالص. احنا لو جينا نجمع الاتنين دول مع بعض كده عشان يدونا سكر ثنائي، المفروض هنعمل ايه؟ هنجمع مع بعض. هنا C6 وC6، يعني هتبقى C كام؟ C12. طيب H12 مع H12 تبقى H كام؟ H24. و6 مع O6 تبقى O كام؟ 6 و6 كام؟ O12. يبقى جمعنا 6 مع 6، 12 مع 12، و6 مع 6. جمعنا كل جزيء مع الجزيء الايه؟ المقابل ليه. جمعنا C مع C، والH جمعناها مع الH، والO جمعناها مع الO. يبقى المفروض يعني ان السكر الناتج او السكر الثنائي الناتج يكون رمزه C12H24O12. لا طبعا الكلام ده غلط. الكلام ده غلط ليه؟ لانه بيقول لي قبل ما نطلع الناتج ده بنفقد جزيء ماء اثناء التفاعل. يعني ايه يفقد جزيء ماء؟ هنشيل منه جزيء ميه. جزيء ميه احنا اتفقنا يعني عبارة عن 2H وعبارة عن كام O؟
او واحدة بس. طب تعالوا كده نشيل السي، طبعا سي 12 تنزل زي ما هي. طب الاتش 24 دي احنا اتفقنا هنشيل كام اتش؟ هنشيل 2 اتش. اتش 24 دي نشيل منها 2 اتش، هتبقى اتش كام؟ هتبقى اتش 22. 24 ناقص 2 كام؟ 22. طب والاو تبقى او 12. لا احنا اتفقنا وهنشيل او اللي هي بتاع جزيء ميه، ما احنا بنشيل جزيء ميه من الناتج. الاو 12 لما نشيل منها او تبقى او كام؟ او 11. يبقى ده الناتج الصح، ده السكر الثنائي الصح الناتج. ليه؟ لانه بيقول لي بيتم نزع جزيء ماء. يبقى بنشيل جزيء ميه، يعني بنشيل ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين. يبقى سكر احادي مع سكر احادي، مش بنطلع الناتج على طول، لا بنشيل جزيء ميه، يعني بنشيل 2 هيدروجين وواحدة اكسجين. اظن كده الجملة دي مفهومة، اللي هي اذا ارتبط سكر احادي مع سكر احادي اخر يتم نزع ايه؟ جزيء ماء. يعني ايه يتم نزع جزيء ماء؟ بنعيد تاني اهو، يعني بنشيل ذرتين هيدروجين وبنشيل ذرة واحدة ايه؟ اكسجين اثناء التفاعل الكيميائي لتكوين سكر ايه؟ ثنائي. تمام، يبقى ده الناتج الصح بعد ما شلنا جزيء المية او بعد ما شلنا جزيئين الهيدروجين وذرة الاكسجين. طب احنا عمالين نقول سكريات احادية، سكريات الاحادية. طب يا ترى السكريات الاحادية دي ليها دور ليها دور في انتاج الطاقة؟ طبعا ليها دور في انتاج الطاقة. يبقى عايزين نعرف ايه دور السكريات الأحادية في مين؟ في إنتاج الطاقة. عايزين نعرف دورها في إنتاج الطاقة. هنجيب عندنا مثلا سكر الايه؟ الجلوكوز. ماله سكر الجلوكوز ده يا مس؟ بيقول ان سكر الجلوكوز ده موجود فين؟ في الميتوكوندريا. طيب بيحصل له أكسدة، صح؟ طب عند أكسدة مين؟ عند أكسدة الجلوكوز داخل ايه؟ داخل مين؟ داخل الميتوكوندريا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل تنطلق الايه؟ تنطلق الطاقة المختزنة، تنطلق الطاقة المختزنة فين؟ المختزنة في الروابط الكيميائية في جزيء مين؟ في جزيء الجلوكوز. طيب يبقى الجلوكوز ده موجود فين؟ في الميتوكوندريا. بيحصل له عملية ايه؟ أكسدة. طب لما بيحصل للجلوكوز ده عملية أكسدة، الجلوكوز ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن روابط. الجلوكوز ده فيه روابط كيميائية. طب الروابط الكيميائية دي موجودة لوحدها كده؟ لا، الروابط الكيميائية دي جواها طاقة. فلما الجلوكوز ده بيحصل له عملية أكسدة، طبعا الطاقة المختزنة في الروابط الكيميائية دي بتنطلق. يبقى بتنطلق الطاقة المختزنة في الروابط الكيميائية في جزيء الجلوكوز. طب بعد ما بتنطلق ايه اللي بيحصل؟ بيقول ان الطاقة دي تخزن في مركبات تسمى ايه؟ ال ATP. تخزن في مركبات تسمى ال ATP. ال ATP ده اسمه ادينوزين ثلاثي الفوسفات. ادينوزين ثلاثي الايه؟ الفوسفات. تمام كده؟ تمام. طيب بعد ما الطاقة اللي بتنطلق دي بتخزن في ال ATP او في ادينوزين ثلاثي الفوسفات، احنا كده استفدنا ايه؟ ال ATP ده اصلا لازمته ايه؟ بيقول لي ان مركبات ال ATP دي، مركبات ال ATP دي مالها؟ بيقول لي ان هي بتدخل في اماكن اخرى في الخلية.
بتدخل فين؟ في أماكن أخرى في الخلية لاستخدام مين بقى؟ لاستخدام الطاقة. أنهي طاقة؟ الطاقة المختزنة بها، الطاقة الايه؟ المختزنة بها. مش ال ATP دي خزنت الطاقة اللي انطلقت من الروابط الكيميائية. طيب بعد ما الطاقة اتخزنت ال ATP دي بتعمل ايه؟ ال ATP دي بتنتقل فين؟ بتنتقل في أجزاء أخرى أو في أماكن أخرى في الخلية. ليه؟ لاستخدام الطاقة المختزنة فيها دي، صح؟ طب بتستخدم الطاقة المختزنة فيها دي في ايه؟ في إتمام، بتستخدم في إتمام جميع العمليات الحيوية في الخلية. طب نعيد الجزء ده تاني. قلنا دور السكريات الأحادية في إنتاج الطاقة. الجلوكوز اللي بيحصل عند أكسدة الجلوكوز فين؟ في الميتوكوندريا. تنطلق الطاقة المختزنة في الروابط الكيميائية اللي في جزيء الجلوكوز، في طاقة بتنطلق. طيب الطاقة اللي بتنطلق من الروابط الكيميائية في جزيء الجلوكوز دي بتخزن فين؟ تخزن في مركبات تسمى مركبات ال ATP أو أدينوزين ثلاثي الفوسفات، اختصاره ATP. طب ال ATP ده بيعمل ايه؟ بعد كده ال ATP ده بينتقل أو بيدخل في أماكن أخرى فين؟ في الخلية. ليه؟ لاستخدام الطاقة اللي اتخزنت فيه في إتمام ايه؟ في إتمام جميع العمليات الحيوية في الخلية. طب لما يجي يسألني سؤال يقول لي من هو المصدر الرئيسي في أو المصدر الرئيسي للطاقة المختزنة في ال ATP. المصدر الرئيسي للطاقة المختزنة في ال ATP مين اللي بناخد منه الطاقة بنخزنها في ال ATP؟ طبعا الإجابة هتبقى سكر مين؟ سكر الجلوكوز. يبقى الإجابة هتبقى سكر الجلوكوز. طب لما يجي سؤال تاني، ده سين واحد سين اتنين، من هو المصدر المباشر للطاقة داخل الخلايا في الجسم؟ مين اللي الخلايا بتاخد منه الطاقة؟ مين مصدر الطاقة المباشر للخلايا بالنسبة للخلايا؟ مين؟ طبعا هيبقى جزيء ال ATP. يبقى الجلوكوز بيخزن الطاقة في ال ATP، وال ATP بتدي الطاقة لمين؟ للخلايا. عشان كده بيطلق على ال ATP ده بيسموه ايه؟ بيسموه عملة الطاقة. عملة ايه؟ عملة الطاقة في الخلايا. يبقى ليه ال ATP ده اسمه عملة الطاقة في الخلية؟ لأنه المصدر المباشر للطاقة داخل الخلايا. يبقى من هو المصدر الرئيسي للطاقة في ال ATP؟ الجلوكوز. طب مين هو المصدر المباشر للطاقة في الخلايا؟ ال ATP. يبقى مين هو عملة الطاقة في الخلية؟ ال ATP. طيب مفهوم كده يا سنة أولى؟ يلا بينا بقى ندخل على الجزئية اللي بعدها. طبعا الجزئية اللي بعدها بتتكلم عن السكريات المعقدة. عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده وعشان ما تتلخبطوش في الشرح، هنشرح الجزء التاني من الدرس في فيديو منفصل لوحده. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو ده ان شاء الله. وطبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم باقي الفيديوهات. اشوفكم الفيديو الجاي في تكملة درس الكربوهيدرات. على خير، مع السلامة.